وكاينه الوسطى اللي كتكون دافئه، وكاينه الاخيره اللي كتكون شويه بارده. الام قلبات وعيات وما لقاتش الابنه ديالها نهائيا في الحمام، وهنا غادي تكون الصدمه فاش كتولي تعاود الام الدخول الى المكان الداخلي اللي قلنا فيه كتكون البرمه. كتنتبه الارض فاذا بها كتشوف الشعر ديال الابنه ديالها على سطح الارض، فقط الشعر. الام ما قدراتش تصدق شنو شافت عينيها، الشعر ديال بنتها من فوق سطح الارض وهو ملتصق بالارضيه، وكأن البنت ديالها انسحبت الى تحت الارض وبقى الشعر ديالها فوق سطح الارض. غادي يبقى كل شيء مستغرب مع الام، كيفاش هادشي وشنو واقع بالضبط. العيالات ما قدروش يفهموا شنو واقع، حتى عيطوا للسيده اللي كتكون مكلفه بالحمام، وهي قدرات انها تعيط للسيد صاحب الحمام. وهكا جاو الناس وتجمعوا وبغاو يعرفوا شنو وقع بالضبط للفتاة وفين اختفت. في الصراحة تا واحد ما قدر يفسر هادشي اللي وقع من غير تفسير واحد، هو أن الفتاة تم اختطافها من عالم الجن. هادشي اللي وقع للعروسة خلى العائلة ديالها مصدومة وما عارفينش شنو يديروا، مصدومين لدرجة أنهم ما بقاوش كيقدروا يتحدثوا على الموضوع ديال الابنة ديالهم، حيت ما قدروش يصدقوا أن الابنة ديالهم تقدر تكون عايشة في داك الوقت هذاك في عالم آخر اللي هو عالم الجن. مور هاد الواقعة اللي وقعت تم الإغلاق ديال هاد الحمام المغربي التقليدي لمدة طويلة، حيت كاع الناس صافي ما بقاوش قادرين يدخلوا لذاك الحمام بسبب الواقعة اللي وقعت فيه، ولا كل شيء خايف على راسه. ومن بعد ما تنسات الحادثة لواحد المدة اللي هي طويلة، غادي يولي تفتح الحمام من جديد وغادي يبدلوا له الاسم ديالو، ولكن الناس اللي عاقلين عليه عاقلين على الحادثة وعاقلين على الواقعة. أما الناس الجدد اللي تيدخلوا له